عاملين ايه؟ رمضان كريم عليكم جميعا. النهارده هنعمل مع بعض جراب موبايل بشكل فانوس رمضان بالكروشيه. فكره سهله وجميله تقدروا تزينوا بيها موبايلاتكم وتدخلوا روح الشهر الكريم في كل تفاصيلكم. يلا نبدا خطوه بخطوه ونشوف ازاي هنقدر نعمله مع بعض. قط او اي نوع خيط عندك، ابره 3.5، ومحتاجين خيط الجراب عاملاه بالخيط القطيفه اهو، عاملاه بالشكل ده بالخيط القطيفه، عامله له الهلال والنجوم بتاعته. ده من الناحيه التانية احنا بنزينه هنا بالهلال والحاجات دي، احنا هنعمله بخيط قطن. الجراب الفون اللي احنا عايزين نبدا ان احنا وهنبدا ان احنا نعمل عدد سلاسل بالعرض بتاع الجراب بتاع الفون اللي احنا نبدا نشتغل عليه. دي البدايه طبعا بالشكل ده. تمام، خلينا ناخد عدد من السلاسل ونقيسه على الجراب نشوفه بالمقاس اللي احنا عاوزينه ولا لا. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 18. تمام، انا هنا لما عملنا السلاسل، بصي هنا السلاسل على قد الجراب بالظبط. احنا هنطولها شويه لان الخيط القطن او اي نوع خيط صوف في العموم لما بتيجي ان انت تبداي تشتغلي غرز العمود او غرز الحشو او اي غرزه تاخديها بتلاقي المقاس كش معاكي. فعشان احنا هناخد 3 أو 4 غرز زياده، بحيث ان لو المقاس كش معانا يبقى الجراب معانا بالمقاس المظبوط. يعني كده احنا خدنا 3 بس سلاسل عشان بس الجراب يدينا المقاس المظبوط لما نبدا نشتغل. هنبدأ بعد كده نسيب اول غرزة ونخش في الغرزة اللي بعدها وناخد غرزة حشو. في كل غرزة هناخد غرزة حشو، هناخد الصف كله غرزة حشو. طبعا اي خيط زيادة بيتنضف واحنا شغالين كده، بننضف هناخد طبعا الصف كله غرزة حشو. هنا وصلت لاخر غرزة في الصف، غرزة حشو. هناخد غرزة الحشو بالشكل ده ونطلع بغرزة واحدة سلسلة ونلف الشغل ونبدأ ناخد غرز حشو. ناخد في كل غرزة حشو وغرزة كمان حشو. هنشتغل باقي الصف غرز حشو، نخلص الصف كله غرز حشو بالشكل ده. وهنطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل ونبدأ نشتغل غرز حشو. في كل غرزة حشو ناخد غرزة حشو، وهنكرر نفس ما نوصل عند الكاميرا. هنا هنبدأ هنا احنا وصلنا بالجراب لحد الكاميرا بالشكل ده. هنبدأ اننا ناخد الصف غرزة حشو لحد ما نوصل للجزء ده. بنمسك الخيط بالشكل ده كده ونحطه بندخل، بنمسك الخيط كده ونلفه على ايدينا بالشكل ده ونمسكه كده. ده بالنسبه لو مش حابه ان انت تلف الخيط على ايديك باستمرار، بس برضو على حسب انت ايديك بترتاح في ايه. هنبدأ نشوف المقاس بتاعنا، نشوف ماشيين مظبوط كده، المقاس مظبوط. تمام، المقاس كده مظبوط معانا. هنبدأ اننا ناخد غرزة حشو ونطلع نكمل السطر كده. احنا مش هنكمل السطر ده لان ده الجزء ده هنسيبه للكاميرا. هناخد غرزة سلسلة ونلف الشغل ونشتغل غرز حشو. هنشتغل غرز حشو عادية خالص لحد لما نوصل لاخر الكاميرا من فوق. يعني نشتغل الجزء ده كله غرز حشو لحد ما نوصل للكاميرا من فوق بالشكل ده. الصف يخلص معانا ناخد غرزة سلسلة ونكمل غرزة حشو، وتلف الشغل وتشتغلي غرزة من اول غرزة حشو وتبتدي تشتغلي فيها غرزة حشو بالشكل ده. وصلنا اهو لاخر الصف، ناخد غرزة حشو، اخر غرزة حشو ناخد فيها غرزة حشو، نطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل ونبدأ نشتغل برضو غرز حشو لحد ما نوصل للكاميرا من فوق من هنا.